النسخة ال11 من بطولة كأس العرب في التاريخ السنة دي في 2025 في قطر. هي بطولة قوية جدا، لكن عيبها الوحيد إنها جاي في وقت متداخل مع كأس أفريقيا، فبالتالي المنتخبات الأفريقية مش جايلك بالسكواد الأول. المنتخبات الآسيوية هي من وجهة نظري كلها نصيب الأسد في البطولة دي، خصوصا إن عندك منتخبات قوية جدا من حيث السكواد ومن حيث الإمكانيات ومن حيث التطور ومن حيث حتى اللعيبة عندك بتأدي بأداء محترم جدا وعندها مقاومات عالية جدا. من وجهة نظري أولهم رغم خسارتها في أول ماتش الإمارات، ثم الأردن، ثم السعودية. قطر ممكن بعيدة شوية، قطر ممكن بعد الجيل اللي خد آسيا في 2019 وخد آسيا بعد كده في 22 اللي كان يعتبر في نهايته بدأ شوية شوية كده يغير ودخل فيهم أسماء من اللعيبة الشباب، فلسه اللعيبة الشباب دي ما خدتش جرعات الخبرات اللي توصلها انها ممكن تاخد كاس العرب السنه دي. فبالتالي من وجهه نظري قطر بعيده شويه، مش عشان خسرت من فلسطين رغم انها كانت مهيمنه على الماتش كله، لكن انا وجهه نظري ان قطر من قبل ماتش فلسطين ان هي برضو مش مرشح قويه على البطوله. هم الثلاثي دول الامارات ثم الاردن ثم السعوديه. لو بصيت حتى في قوام المنتخبات الافريقيه في البطوله دي هتلاقي تقريبا كل المنتخبات الافريقيه جايه المنتخب الثاني ممكن باستثناء السودان، ورغم ان السودان جاي يعتبر بالسكواد الاول او بعض عناصر السكواد الاول، فالسودان برضو تظل لها مش مرشح اول البطوله، حتى لو هي بتمر في افضل حالاتها، حتى لو هي كانت قريبه انها تصعد كاس العالم، كانت بترخم مع السنغال وكونغو الديمقراطيه، لكن برضو السودان هي ان شاء الله تصعد من دور المجموعات، لكن صعب شويه انها توصل للسيمي فاينل من البطوله دي. اللي كان ممكن او من وجهه نظري ممكن حتى لو هو مش بالقوام الاساسي الكامل رغم تواجد لعيبه من القوام الاساسي تونس، حتى خسارتها في الماتش الاول ضد سوريا، بس من وجهه نظري ان تونس هيكون من الاضلاع الاربعه في السيمي فاينل. تونس في اول ماتش لو بصيت على السكواد او على التشكيل الاساسي في سوريا وقارنته بالتشكيل الاساسي اللي كان متواجد في ماتش البرازيل، هتلاقي مفيش غير ثلاثي او ثلاث لعيبه بس اللي هو في الفريق الاساسي اللي هو الفريق الاساسي هنا. حاتم الطرابلسي جاب اللعيبه التونسيين اللي هو كان في القوام الاساسي بتوعه، وجاب اللعيبه اللي في الدورات العربيه، وجاب شويه من اللعيبه المحترفين اللي ممكن تجيبها زي الدوري السعودي مثلا. جبت لاعب زي اسماعيل الغربي، اللاعب المحترم جدا، لاعب كنترول عنده عالي جدا وعنده مهارات فرديه هتنفعك، وكان ممكن تغير الماتش سوريا لو كان خطف جون او جونين من الهجمات اللي راح بيها، كانت ممكن تغير الماتش كله. لو سوريا اتحولت من رد فعل لفعل كان هتبقى فيه مساحات قويه جدا كان ممكن يستغلها اسماعيل الغربي. وعندك برضو ممكن عمر العيوني لو حسبناه برضو من المحترفين برضو اللي هو بره الدورات العربيه وبره تونس، باستثناء دول فانت ما عرفتش تجيب، او باستثناء دول في القوام الاساسي او في التشكيل الاساسي ما عرفتش تجيب لعيبه من اللعيبه المتواجده مثلا في الدوري الفرنسي او الدوري الالماني اللي هو في القوام الاساسي اللي عندك، فبالتالي انت ما عندكش غير ثلاث لعيبه بس من القوام الاساسي اللي كان متواجد في ماتش البرازيل: ياسين مرياح، الحارس، وفرجاني ساسي. فعشان كده بقول برضو ان تونس مش يعني ما تقولش مثلا ان اللعيبه دي هتبقى بسبب انها او حتى متربص عشان جايب السكواد الاساسي في بطوله عرب فهو مش هيأدي في بطوله افريقيا. بالعكس هو عامل ما بينهم تناغم، كان ممكن يعملها حسام حسن مع منتخب مصر لكن للاسف ده ما حصلش. تعال نبص بقى على ماتش تونس وعلى ماتش سوريا في الجوله الاولى او في الماتش الاولاني من الجوله الاولى من كاس العرب. تونس طبعا كانت مرشح الاقوى للفوز بالمباراه كده 3-4-3 ثلاثي خط دفاع بقياده ياسين مرياح، عندك رباعي في خط الوسط، عندك ثنائيه دبل بوت او ثنائيه ارتكاز او ثنائيه محور ايا كان المسمى اللي هتقوله، هو فرجاني وبن رمضان. وانا عايز اقف هنا واتكلم شويه عن ثنائيه الدبل بوت في العموم علشان اقدر اقيم لك الثنائيه دي هل هي الثنائيه اللي تنفع المنتخب التونسي اللي بعد كده وفي الادوار اللي جايه وفي الادوار الاقصائيه وفي المنتخبات الاقوى من سوريا، ولا الموضوع هيبقى صعب. في العموم ثنائيه الدبل بوت او ثنائيه الارتكاز لازم يكون فيهم لاعب كوير بلغتنا كده، او لاعب بيقدر يحمل الكرة بطريقه كويسه، بيعرف ينقلها من التلت الاولاني للتلت الثاني، ويبقى عنده بونص شويه لو قدر يتحول بيها للتلت الثالث، وبيتسمى بالبول كارير او لاعب حامل الكرة. ولاعيبه كتير جدا شفناها على مر التاريخ، يعني مثلا حاليا موجود بيدري، موجود لاعب زي فيتينيا، شفنا بيرلو، شفنا لاعيبه جافي، نيستا، لاعيبه كتيره جدا عندها المقومات ده، مودريتش، كروس. ممكن لاعب بيقدر يحمل الكرة زي مودريتش شويه، زي بيدري، زي جافي، زي انيستا. ممكن لاعب بيقدر كوير بيعرف يحرك الريتم الملعب وهو ثابت بالكرات الطويله زي كروس ودقات عاليه جدا زي بيرلو مثلا. لكن دايما بتلاقي لاعب معاهم او في ثنائيه الدبل بوت لاعب غشيم شويه، او لاعب دفاعيا اقوى، او لاعب عنده جرينتا عاليه بيتسمى دستروير. شفناه في ثنائيه مثلا على مر التاريخ، شفناه في ثنائيه اس ميلان
بيرلو جاتوزو مع انشيلوتي. شفناها برضو حتى في الثلاثيات، بتشوف لاعب لازم يكون لاعب دفاعيا قوي زي كازيميرو في ثلاثيه مودريتش وكروس. تخيل كده الثلاثيه كانت مودريتش وكروس، وعندك الثالث مثلا بتاعهم هو لاعب زي بيرلو مثلا، هل كان الثلاثيه تنجح؟ بالمنطق الموضوع هيبقى صعب. حتى ثنائيه جاتوزو وبيرلو، بيرلو من غير جاتوزو تقريبا ما كانش هيبقى بيرلو، وجاتوزو من غير بيرلو ما كانش هيبقى جاتوزو. فكرة ان هو بيبقى الثنائيه متكامله شويه في وسط الملعب لما بيكون لاعب دفاعيا قوي واللاعب التاني ولاعب كورته حلو. فبين رمضان وفرجاني الاثنين ولاعيبه كورتهم حلو، لكن في نفس الوقت مش لعيبه دفاعيا، مش هم الاقوى. فرجاني حتى مع الغرافه فهو بيلعب في اوقات كتير جدا صانع لعب. حتى لما بيلعب في الدبل بوبوت فهو بيلعب دياز جنبه او لاعب تاني، هو لاعب رجواني، هو اللاعب المطلوب منه حل دفاع اكتر. برضه في بن رمضان حتى لو هو مش بيمر باحسن حواله مع الاهلي، فهو بيلعب في ثلاثيه خط وسط منهم لاعب هو اللاعب الدستروير، هو لاعب زي مروان عطيه او لاعب زي ديانج. فرجاني ساسي وتألقه مع الزمالك في وقت من الاوقات فهو كان بيلعب جنب طارق حامد، توهجه اللي بيديله الحريه، هو لاعب زي طارق حامد لاعب دستروير. فالثنائيه دي من وجهه نظري هو ممكن حاتم الطرابلسي ما اداش الاحترام الكافي لسوريا، فبالتالي لعب بثنائيه مش افضل حاجه، وساعدوا على كده ان سوريا كانت هي في رد الفعل معظم الماتش. فوجهة نظر في ماتش فلسطين، حتى لو فلسطين مش برضه مش هي الفريق اللي يخوف قوي في الهجمات المرتده، لكن بسبب انك خسرت اول ماتش وبسبب ان فلسطين كسبان اول ماتش، فممكن ده يدي شويه ان حاتم الطرابلسي يلعب بثنائيه ارتكاز بقياده فرجاني ساسي، وجنبه لاعب دستورال هو حسام التيكا، لاعب الترجي. من وجهه نظري بن رمضان هو اللي هيكون بعيد شويه او بره التشكيله الاساسيه. لو ممكن هيفاجئني شويه فهو هيلعب بن رمضان مكان فرجاني، لكن انا متوقعه واللي من وجهه نظري من قرايه الجيم او من قرايه الماتشات ان هيكون حسام تيكا هو اللي موجود في الثنائيه دي، وهيبقى يلعب برباعي عادي جدا في خط الدفاع، مش بيلعب بثلاثي زي ما نهى الماتش ومنزل سيف الجزيري مكان مروان صحراوي. فهو لاعب زي سيف الجزيري، ولعب ثنائيه الدفاع بقياده ياسين مرياح، وعندك ناحيه اليمين وناحيه الشمال وجود نفادي، وجود ياما التانية، وجود علي معلول، وثنائيه الارتكاز في الوقت ده فرجاني الساسي اللي في عمليه البناء كان هو الثالث مع خط الدفاع، ثنائيه الدفاع، وكان فرجاني الاساسي هو الثالث معاهم. وعنده كان موجود بن رمضان اللي كان يعتبر بيقوم بعمليه شويه المناوبه مع خط الدفاع في حاله الريس ديفنس، او في الحاله اللي انت الدفاع انت مهيئ ليها انك تصد التحولات من الدفاع من الهجوم للدفاع. فوجهه نظري هو في الوقت ده حاول يهاجم شويه، لكن هيكون متواجد نفس المنوال لكن بمهاجم واحد، وهيرجع لاعب دبل بوفوت جنب فرجاني وحسام تيكا، وهيلعب بثنائي في خط الدفاع مش ثلاثي خالص. عندي حته شويه عايز اتكلم عليها في حته حاتم الطرابلسي لما لعب بثلاث خط دفاع. الموضوع مش في ثلاث خط دفاع على قد ما الموضوع في الباكات. انت في يعني ايه الرسم الفني بتاعك في عمليه البناء، فانت بتبقى في ثلاثه في خط الدفاع هما بيبداوا الهجمه، وعندك اتنين في قلب الملعب فرجاني ساسي وبن رمضان. فرجاني بيتاخر شويه وبن رمضان بيتقدم شويه، بيلعب بوكس شويه، ليه ادوار هجوميه في الحاله الهجوميه وله ادوار دفاعيه في الارتداد لما بتحول الكره من الهجوم للدفاع. وعندك الاثنين بقى اللي على الخط هما الاثنين الباكات علي معلول ونفاد، الاثنين هما يعني وينج باكات يعني كلاسيكيين. طب ايه الفرق بين الكلاسيكي او المودرن او الحديث او غيره؟ هو مش حته مودرن او حته حديث، هو حته فرق ما بين الكلاسيكي وفرق ما بين اللاعب الجناح العكسي في العموم. الكلاسيكي اللي هو اللاعب انك بتلعب ناحيه اليمين مثلا او بتلعب جناح ناحيه اليمين او وينج باك ناحيه اليمين او حتى ظهير ناحيه اليمين وبتلعب برجلك اليمين، والشمال بيلعب برجله الشمال، فبالتالي انت رجلك القويه دايما يمت الخط، فانت دايما تكون في الحاله دي بتبقى اسلحه للعرضيات، انك بتلعب عرضيات على مهاجمين بيجيدوا ضربات الراس، او عنده اللي هو بيقدر يخطف الكرة او بيقدر يخطف المدافعين ويفتح مسافه لصناع اللعب او اللي جايين من زون 14، فتلعب الباك باص ويقدر تسجل هدف من خلاله. لها كذا توليفه ولها كذا مسميات ولها كذا مميزات. بالتالي علي معلول بيلعب برجله الشمال ناحيه الشمال ونفاد ناحيه اليمين، هما الاثنين بيلعبوا عرضيات. طب انت الحل ده اتقفل بالنسبه لك بالنسبه للمنتخب السوري، او في نفس الوقت انت ما استفدتش منه بصوره قويه جدا، فكان الافضل ان يكون عندك لاعب ناحيه اليمين بيلعب برجله اليمين، او لاعب ناحيه الشمال بيلعب برجله الشمال، واليمه الثانيه العكس، يبقى عندك مثلا لاعب ناحيه الشمال بيلعب برجله اليمين، يبقى اسماعيل الغرب هو اللي ماسك الخط، دايما لاعب يمين الخط
استلامة الكرة بتبقى اكتر، وحته مسكه بيبقى الموضوع اصعب شويه، لان الدفاع بيبقى دايما في الحاله الدفاعيه بيعمل بلوك، بيبقى مقرب الخطوط ما بيوسعش الخطوط، وانت في الحاله الهجوميه دايما بتعمل وايد وبتعرض وبتفتح الخطوط، فبالتالي بيبقى يمه الخط بيستلم الكره بارتياحيه. لما بيكون عندك لاعب مثلا اسماعيل غرب، بدل ما كنت تحطه في مناطق الهاف سبيس في مناطق العمق اللي بيبقى ممسوك، ممكن كان يمسك الخط، فبالتالي هيجي مرتاح، فهيبقى مهارته هتبقى متواجده، ورجله القويه دايما هي يمه الداخل، فبالتالي هيبقى عنده حلول جدا في التصويب او في اللعب ما بين الخطوط، او في اللعب في ظهر الدفاع للمهاجمين وغيره. دي كانت ميزه شويه اللي ما تلعب باربع مدافعين، لانك انت في الاربع مدافعين دايما بتبقى سايب ظهير عكسي مع الاثنين مدافعين، وبيبقى متقدم واحد اللي هو مثلا الباك اليمين متقدم مثلا، والباك الشمال هو الثالث مع قلوب الدفاع، والباك اليمين متقدم، والجناح الشمال دايما هتلاقي هو المتواجد على الخط ناحيه شمال، ويبقى عندك كده جنب يقدر تلعب عليه عرضيات، والجنب تقدر تدخل بالعمق وتسدد، او تلعب ما بين الخطوط، او تلعب في ظهر الدفاع. حتى حاتم الطرابلسي لما غير ونزل سيف الدين الجزيري مكان مروان صحراوي، فهو برضه ادى الباكات هم اللي متقدمين، ورث ديفنس قلله شويه بوجود برمضان بس كان هو في الحاله دي هو كان لازم يعمل الريسك، لان هو خلاص انت متاخر بهدف وعايز تسجل هدف، وبرضه سوريا ما كانش ما يزعلوش قوي في حاله التحولات. الجون اللي سجله عمر خربين من وجهه نظري، انا شفت كده الحيطه وقفتها، رغم ان الكره في النص بتبقى خادعه شويه، ما تبقاش عارف تلعب الحيطه ناحيه اليمين ناحيه الشمال، بس برضه الكره كانت قريبه شويه من اليمين، فالحارس تديت الزاويه اليمين بتاعه الحارس او الشمال بتاعه اللاعب اللي بتبقى الحيطه، فلازم الحارس في الوقت ده انت خلاص مقرب شويه للزاويه الثانيه، ما تبقاش واقف مسنتر نفسك، فبالتالي الكره اتلعبت يمين ورا الحيطه، الموضوع بيبقى صعب، وحتى لو اتلعبت في الزاويه اللي بتاعه الحارس اللي مفتوحه الزاويه بتاعته تبقى الموضوع صعب، كنت لازم تقرب شويه للزاويه اللي اتلعب فيها عمر خربين. دي وجهه نظري، كانت الوقفه كانت غلط من الحارس. لاعب رقم 17 في سوريا لاعب بالنسبه لي عنده مقاومات عاليه جدا ومهارات فرديه عاليه جدا، لكنه مش مستغل في التكتيك بتاع سوريا. انت بتلعب او بتدافع بال4-4-2، هو اللاعب اللي قدام الباك اليمين، فليه مستنزف شويه في الحاله الدفاعيه، خصوصا لو تونس عملت اوفرلود في الناحيه اليمين، وهو مضطر ان هو يغطي ورا الباك اليمين في التغطيه العكسيه، فبالتالي هو بيبقى رايح جاي في الحاله الدفاعيه، ومطالب في التحولات ان هو يتقدم، فبالتالي يبقى مستنزف بدنيا، والكره معاه ما بيأديش المهارات الفرديه اللي اصلا متواجده معاه، وهو لاعب حريف قوي، خصوصا وبان قوي في اول ماتش. فوجهه نظري ان هو يكون متواجد مع عمر خربين مكان محمد حلاج، في الوقت ده هتستفاد منه اكتر، في الوقت ده هيوسع عمر خربين اكتر، وممكن بمهارات فرديه وبمراوغه عاليه جدا يقدر يسجل هدف ويروح انفراد ويسجل هدف. لو انت هتلعب الماتش الجاي قدام منتخب قوي، هو منتخب قطر خسر الماتش الاول قدام فلسطين، فالموضوع هيبقى صعب، وانت تكسب ماتش قطر خلاص يبقى انت كده حطيت رجلك في دور الثمانيه، ووصلت دور الثمانيه، وهيبقى انجاز قوي جدا للمنتخب السوري. المباراه الثانيه من الجوله الاولى في المجموعه الاولى ما بين قطر وما بين فلسطين برضه ما فرقتش كتير بالنسبه للتوقعات اللي كانت محسوبه قبل الماتش، بالنسبه لماتش تونس وماتش سوريا كله طبعا كان مرشح قطر انها تفوز بنتيجه برضه مش هقول لك كبيره، لان فلسطين كانت في التصفيات الاسيويه او تصفيات كاس العالم كانت عامله اداء كويس، بس على الاقل خالص كله قال لك قطر هي لها الافضليه في المباراه دي بسبب الاسماء، اعلى قيمه تسويقيه في البطوله اكرم عفيف، اللاعب اللي بيرجح كفه اي منتخب، حتى لو المنتخب الماتش متعقد ومتغربل ممكن بمهاره فرديه يخلص الجيم. وثنائيه الارتكاز مع منتخب قطري قويه جدا بقياده احمد فتحي وعاصم مديب، اللاعب اللي طلع مصاب، لاعب كورته حلوه قوي ولاعب سرعاته عاليه جدا، يعني قبل ما يطلع هو في الكرات العاليه واخد واحده من واحده ناجحه، وثلاثه في الكره الارضيه من 4، حتى في التمريرات فهو بنسبه 96% تقريبا او 98%، 23 من اصل 24، لاعب قوي جدا ولاعب كورته كانت حلوه، وهيخسروا قطر في بقيه البطوله لو اصابته قويه جدا، ونزول مكانه عيسى لايا بالنسبه لها هيكون مفاجاه قويه جدا للبطوله، لاعب من اصغر لعيبه في البطوله، لاعب اصله سنغالي، لاعب طويل القامه ولاعب كورته حلوه، فبالنسبه لها هيكون مفاجاه، والمدرب الاسباني لما يبدا بيه وينزله في المكان ده فهو يعني رهان واتوقع هينجح فيه. المنتخب الفلسطيني ميزته الفدائيه اللي عنده اللي عاليه جدا، الجرينتا اللي بتعوض الفروقات الفنيه في اوقات كتير جدا، يعني المنتخب الفلسطيني في المباراه دي بيدافع ب5 ورباع خط دفاع عادي جدا، بيتحول مع مصعب البطاط ناحيه اليمين اصابه بيرجع بيبقى خامس، بيقوم بعمليه التغطيه العكسيه،
فبالتالي هو بيقفل الممرات الخمسه بالخطوط الدفاعيه، زائد ثنائي الارتكاز عميد محاجنه تقريبا، واللي جنبه حامد حمدان، ولاعيبه جرينتا بصوره قويه جدا. كورتهم مش احسن حاجه، ممكن حامد حمدان كورته افضل شويه، لكن مش اللي نقول عليه بول كارير او اللاعب اللي الحامل الكره بيقدر يتحول من التلت الاول للتلت الثاني. بس جرينتا عندهم غير طبيعيه، ما عندهمش حلول قوي في الاجنحه، ما عندهمش حلول في حتى في المهاجم. وجود زيد اللاعب اللي خسر معظم النزاعات وكان اكتر اقل لعيبه لمسات في الملعب، تديني برضو ارتياحيه وتديني انطباع كده ان الماتش جاي كده عدى الدباغ. وعدم وجوده في الماتش الاول بسبب ان هو كان راجع من الكونفدراليه متاخر، وتقريبا كان في يوم الماتش او قبل الماتش بيوم، فوجود عداد الدباغ في الماتش الجاي هيفرق كتير جدا. عدم وجود اسامه ابو علي في البطوله طبعا هو فقدوا ورقه رابحه بصوره قويه جدا، لكن اتوقع الفدائيه والجرينتا بتاعت المنتخب هتخليهم على الاقل خالص يوصلوا للدور اللي جاي اللي هو دور الثمانيه، وهيبقى بالنسبه لهم انجاز. ويمكن يخطفوا بتفاصيل بسيطه، بمهاره فرديه، بغلطه زي اللي حصل من سلطان البريك في الماتش الاولاني ضد قطر، بكره ثابته وغيره. ومنتخب فلسطيني اتمنى واتوقع ان هم هيعملوا مفاجاه في البطوله دي. ده بالنسبه للجوله الاولى في المجموعه الاولى. تونس وقطر اللي كانوا اقرب للفوز في اول ماتشين خسروا، وهم طبعا اللي كانوا واخدين الاستحواذ في الماتشين وكانوا دايما هم الفعل. اما ردود الفعل بالنسبه لسوريا وبالنسبه لفلسطين هم اللي كسبوا، وقدروا يستغلوا التفاصيل بالنسبه لسوريا في ضربه ثابته من عمر خبين، وبالنسبه لفلسطين اللي ضغط بقوه وقدر يغلط دفاع قطر ويسجل سلطان البريك في هدف في مرماه. فبالنسبه لتونس وقطر هيبقوا في وضع لا يقصد عليه في الماتش الجاي قدام سوريا وقدام فلسطين، سواء كان تونس وفلسطين وسوريا وقطر، اللي واحد فيهم لو خسر الماتش الجاي خلاص كده يبقى قطر خلاص بره الجيم. واتوقع ان الماتش الجاي هيكسب تونس وقطر، وهيبقى المجموعه كلها 3 بونت، والجوله الاخيره هي اللي هتحسم الصعود، وهيبقى سوريا وفلسطين واحد فيهم في دور الثمانيه بيفوز واحد فيهم على الثاني.